السلام عليكم. مثل ما شفتم اليوم بدنا نسولف كم كلمة عن الدجاجات العربية والدجاجات الهولندية. الدجاجات العربية هي دجاجة تبيض بيضة صفارها برتقالي، والدجاجة الهولندية أيضا صفارها برتقالي ولكن لا يوجد بها صوصي. مثل ما شايفين هذين الدجاجات أنواع. عندك هذه البيضة بسودة، هاي أورفلية. عندك هاي برتقانية، هاي دمشقية. عندك أنواع عاد، وهاي صورة عن بعد مشان يشوفون كلياتن. لكن الديك الأقحم هذاك ما منه، بكل سوريا ولبنان ما منه. وبالنسبة للتفريخين، تفريخين يطول 21 يوم مكان دافئ مثل هذا توتيا وزريبة، وزبطون وضعهن 100. وتطول الصوصي تحت البيضة تحت حضانة الأم 21 يوم. 21 يوم، لا ساعة مأخرة ولا ساعة مقدمة. اخواني بعد ما زبطون البيت، زبطون الحرف بحجر يوقع اللوزات مثل هذا. إذا ما كان حجر يوقع اللوزات ما يمشي الحال، لازم يوقع اللوزات. يعني تعلقوا برقبتك 3 أيام يكونوا وقع اللوزات، مو مثل ما شفتم هذين الدجاجات بعد ما صوصن بعد 21 دقيقة، عفوا بعد 20 يوم. ودير بالك تقرب الولاد، لا تخليهم يقربون عليهن، لأن جانا الوقت شياطين يفقسون البيضة بنفس النهار يا رجل. دير بالكم على دجاجاتكم ايواء. ومثل ما شايفين أنا ضحكم علي قبل، قالوا جوعة دجاجة أسبوع تبيض مدري بيضة 3 صفارات ما أعرف. المهم جوعتهن وانفجعن يا رجل، صار لهن فوق 3/4 ساعة ياكلن. وكان 400 دجاجة 250 فطسن، وظلنا باقي ذنن تيجي على كيفكم كلها مفطسن الحمد لله. قالوا لي بيضا شو معرف.